السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو خبز الهمبرجر، يجي بزاف طري وبزاف هشيش. اول حاجه راح نحتاجو كاس تاع حليب. هنا نديرو القيس اللي يعجبكم، انا استعملت هذا الكاس الكبير باش تجيني الكميه كبيره. هنايا درت ربع كاس زيت، انا استعملت زيت الزيتون، وانتم استعملوا واش تحبوا، الزيت العادي ولا زيت الزيتون. هنا درت مغرف كبيره خميره الخبز، ومغرف كبيره تاع سكر. درت مغرف صغيره ملح، ودرت معاهم حبة بيض. نخلط المكونات مليح، نخلطهم مليح مليح حتى ينسجموا مع بعضهم، ومن بعد نزيد نولي نحط عليهم الفارينة بشوية. هنا الفارينة يعني ما كيلتش، نحط برك ونخلط حتى تلم معنا العجين. شوفوا العجين نخليوه شوية طري، ها يتلاصق في يدينا. نديرو شوية زيت ونعدلوها هيك في الغيسيبيون، ونغطيوها ونخليوها تخمر على راحتها. هنا شوفوا بعد ساعة خمر لي العجين، شوفوا الله يبارك، نفخ ما شاء الله. هنايا نهبط له الخمور تاعو هذاك، نديرهم كويرات، ندهن البلاطو نحط فيه هذوك الكويرات. نجيب هنايا حبة بيض ولا استعملوا صفار فقط، نجيب السينوج ونبدأ ندهنهم بالبيض ونرشهم بالسينوج. نواصل نفس العملية حتى نكمل كامل الكمية. بعد ما كملت كامل الكمية كما راكم تشوفوا هنايا، زدت خليته خمر شوية حوالي 10 دقائق فقط، يعني خليوه منبع 10 دقائق ودخلوه للفرن. هنايا نجيبوا الفيونداشي تاعي، كنت حطيت عليه ديجا البصل المرحي والثوم، شوية تاع معدنوس مرحي، فلفل كحل، الملح وطماطم حب اللي كنت رحيتها اوسي مع البصل والثوم. هنايا درتهم دوائر وحطيتهم يتقلاو كما راكم تشوفوا. بعد ما وجدوا معايا وتقلاو هذاك الفيونداشي تاعي، قليت وكملت، درت معاه سالاد ودرت معاه طماطم. هنايا شوفوا الخبز تاعي بعد ما طاب لي جا ما شاء الله، جا خفيف وطري. هنايا نبدا الحشو تاعي. درت هنايا المايونيز ودرت صوص الجيريا. بديت اول حاجه نحط في المايونيز، ومن بعد نزيد هذيك لاصوص، ومن بعد نزيدو هذاك الفيوند، نديرو طوماط، ونديرو هنايا الفخوماج. نستعملو هذا الكاري يعني الخاص بالهمبرجر. بعد هكا وها هي واجدة معايا. هنا استعملت الكوردون هذا، درت فيه الزيتون الكحل وزيتون اخضر والكاشير للتزيين فقط. هنايا بعد ما وجد معايا هذه النتيجة الأخيرة. إن شاء الله يعجبكم لا فيديو وتجربوها، والسلام عليكم.